بسم الله الرحمن الرحيم. لو انت لسه جاي من مصر جديد على الخليج، ونزلت السوبر ماركت او البقالة او الهايبر او زي ما يكون عشان تجيب طلبات للبيت، وعاوز تجيب لبن، بتروح التلاجة بتلاقي فيه عبوات كتير احجام مختلفة وكلها مكتوب عليها لبن طازج. بتختار العبوة والحجم اللي يناسبك وبتروح البيت زي الباشا. بتطلع علبة اللبن اللي انت اشتريتها ديت، بتلاحظ ان غطاها اخضر، ومعظم عبوات المواد الغذائية بتلاقي عليها كتابة بالعربي والإنجليزي. لو أنت قوي الملاحظة شوية هتلاقي إن الكتابة الإنجليزي مكتوب فريش لبن، مش مكتوب ميلك، إنما العربي زي ما قلنا مكتوب لبن طازج. بتفتح أو بتفتحي العبوة ما بيطلعش لبن، تكتشف إنه لبن رايب. هتفكر شوية فين الغلط واللبن بايظ، وتبص على تاريخ الصلاحية، تفكر هنا كده كده. لا، هو كل حاجة مظبوطة، العبوة مظبوطة وتاريخ الصلاحية مظبوط وكل حاجة، بس اللي انت عملته ده بيقع فيه الكتير من الناس أول ما يجوا من مصر على الخليج. الفكرة إن اللبن الرايب اللي احنا نعرفه في مصر اسمه في الخليج لبن، وعادة هتلاقي العبوات الغطا بتاعها أخضر مهما كان حجم العبوة، صغيرة أو كبيرة، وهتلاقي الكتابة الإنجليزي على العلبة فريش لبن مش ميلك. طيب لو انا عاوز اشتري لبن بقى، لبن اللي احنا نعرفه في مصر ده، هتلاقي مكتوب عليه حليب، وهتلاقي عادة العبوة الغطا بتاعها ازرق مهما كان حجم العبوة، وعلى الوش التاني من العلبة هتلاقي مكتوب ميلك، فريش ميلك. يبقى اللي احنا نعرفه في مصر باسم لبن اسمه في الخليج حليب، واللي احنا نعرفه في مصر باسم لبن رايب اسمه في الخليج لبن. عموما لو حصلت معاك اللخبطة ديت ما تزعلش، دي حصلت مع معظم الناس اللي جايين من مصر للخليج. وسواء جبت حليب او لبن، الف هنا وشفا، الاتنين ان شاء الله كويسين. ارجو المعلومة تكون مفيدة، وفضلا دعم القناة باللايك والشير والاشتراك في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية جديدة. بالتوفيق، واتمنى لكم كلكم يوم سعيد ان شاء الله.